مساء الخير حبايب، رجعت وياكم فلوق جديد. اليوم دورة السنة مع صديقتي شهد الله يرحمها. حبيت أسوي لها ثواب بسيط بالسنة مالتها وعزة من صديقاتي على الغدا ويانا. هنا أنا غسلت التمن ونقعته. حضرت أول شي التمن مالتي. أعتذر شوية صوتي تعبانة فلا وانزة بعدني. هنا أنا عجنت العجين على مود أخبز خبز حار. دورة السنة مع صديقتي صادفت 20/3. الله يرحمها يا رب. هنا اللحم غسلته وخليت له بصل وخليته على النار على مود أطبخ المرقة البانية. هنا أنا قشيت الزفرة مالت اللحم ورا ما فار، وهاي كيس البانية استخدمت هاي النوعية مالت البانية كلش طيبة وبسرعة تستوي. هنا عندنا بلش اللحم يستوي، وهنا الدجاج تبلته وخليته بالكيس اللاينر على مود كله ياخذ من التتبيلة مالته، وراح أخليه بالفرن أشويه وأحضر البرياني. هنا أنا جبت اللوز نقعته وغسلته وخليته بجدر ماي على مود أسلكه، وهذا الكشمش والخضار المشكلة اللي راح أستخدمها للبرياني. هنا الدجاج مالتنا قطعت بوتيته وخليتها بالصينية وخليت فوقها الأفخاذ مالت الدجاج. شوية كنت تعبانة لهيك ما قدرت أسوي هواية شغلات، بس إن شاء الله يا رب يتقبل من عندنا هذا الثواب. وهنا أنا شويت الأفخاذ بهذا الشوي مالتهم تشوفون شلون كلش حلو الأكل، كلش طعمه طيب. هنا البانية مالتنا استوت وثخنت بهذا الشكل. الله يرحمها آخر أكلة أكلتها تمن وبانية وخبز حار، ولهذا السبب أنا طبختهم بالسنة مالتها وخبزت لها خبز حارها وسويت البرياني وسويت لها حلاوة حليب اعتمدوها برمضان كلش طيبة، صورت لكم اياها. هنا أنا الحشو بلشت اقلب المواد مالتي وخليت البهارات، وهنا البوتيتا. هنا أنا بلشت أسوي الشيرة على مود أحضرها وأسوي الحلاوة. هنا الحشو خبطته كله سوية ويا الكشمش ودرت البهارات، وهسه راح أبلش أسوي الشعرية. هنا الشيروية ما فارت ضفت لها هيل وزعفران ينطيها طعم كلش طيب. أول شي بحلاوة الحليب نحضر الشيرة نخليها على صفحة، وهنا اللوز أني حمصته وخليته على المود للبرياني. وهاي المرقة مالتنا كملت وطفيتها، تشوفون اللون مالتها شلون كلش حلو. وهنا خليت كوب ونص طحين وكوب ونص حليب نيدو، كوب وربع طحين، ربع كوب نشا. خبطته كل زين على البارد، وخليت كوب وربع زيت درته فوقه وبلشت أسهب الحلاوة. أكيد شوية تعب لأن هواي يظلون تخبطون بيها لحد ما تصير شجرة. هنا العجين قسمته قسمين وسويته شنكته، خليت العجين يرتاح. اجيت أكمل الحلاوة مالتنا. هاي الحلاوة ظليت أخوط بيها لحد ما يتغير لونها. وهذا الحشو وهذا التمن دا أصور لكم كل شي سوى، لأن أنا كل شي دا أشتغل من الحلاوة، من دا أهدر التمن، من دا أحضر الحشو. ويا ما سهيت الحلاوة وصلت للون اللي أنا أريده، بلشت أضيف بالشيرة شوية وأخوط بيها على مود لا تتكتل عندنا الشيرة، مثل ما تشوفون شلون صارت، والزعفران شلون انطاه لون. وهنا أنا بلشت أخبز الخبز الحار، وهاي الحلاوة صبيتها وهذا شكلها تشوفون شلون لمعة بيها وشكل وعالوشية كلش طيبة. وهذا خبزنا وهاي حلاوتنا وغدانا كمل، وراح نبلش نحضر السفرة. تعالوا نحضر السفرة سوية حبايب. وهذا الخبز الحار، وهنا السفرة مالتنا صارت جاهزة، ويا رب يتقبل من عندنا هذا الثواب. والله يرحمها الشهد بالجميلة برحمته الواسعة. الأيام تركض بسرعة وصار لها سنة من توفت، والله يرحمها يا رب. وهاي المشروب البيبسي والسفن والأكل،
وسهمكم العافية، ويا رب يتقبل من عندنا. وإن شاء الله يا رب عجبكم هذا الفيديو. وين لا تروحون بعد سويت لهم شاي ونومي بصرة، وكوابتنا حضرناهن، والكعك والحلاوة حطيناها على الميز، وهنا خلينا الشاي، وبالترمز الثاني خلينا النومي بصرة والاستكاين. وإن شاء الله يا رب يتقبل من عندنا هذا الثواب، والله يرحمها ويرحم جميع الأموات المسلمين بهذا اليوم يا رب. وهذا الفيديو كان قصير حبيت أصوره وياكم، إن شاء الله أكون خفيفة الظل عليكم. انتظروني بفيديوهات ثانية جميلة. أترككم بأمان الله ورعايته. وهنا راحت والدتي لمقبرة النجف وفتحت لي كاميرا وصورت لي القبر.